اهلا ومرحبا بكم مع الشرقية سبورت والكرة في الشارع المصري من هنا من مدينة الإسماعيلية، فقيد الرياضة في مصر وفقيد المنتخب المصري وفقيد مصر بالعالم بالكامل الكابتن إيهاب جلال. ومعايا آخر نظرة لي الكابتن ناصر كبابة في ماتش طلائع الجيش في القاهرة، وهو ببوس الكابتن إيهاب وقال له مبروك كابتن إيهاب. كابتن ناصر تقول في فقيد الإسماعيلية وفقيد الرياضة بالكامل؟ منور يا استاذ احمد، وبقال الله للاسره الاسماعيليه كلها وكابتن إيهاب ده كان حاجه ما تتعوضش تاني. الكابتن إيهاب دوت لما كنت ببوسه وبقول له اللي انت عملته في نادي الاسماعيلي ده في الدنيا محدش يعرف يعمله. كابتن إيهاب استحمل ضغوط جامده، استحمل ويعني استعمل حاجات صعبه كتير. وكابتن إيهاب من النوعيه اللي ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجه، ما بيقولش كل حاجه اللي عنده يا ابني اصبر، يا ابني ما خلي الناس تقول اللي تقوله، الاخر يعرفوا قيمتك. مش يعني الكابتن إيهاب برضو يعني حاجه ما تتكررش تاني، الله يرحمه. كابتن ناصر، أنا واحد من الناس قريب ليك جدا، وأنا عارف أنت بتعشق هذا النادي الكبير النادي الإسماعيلي. شايف عزاء واحد من أساطير الكرة المصرية وأساطير النادي الإسماعيلي وأساطير مصر كابتن إيهاب جلال من هنا في الإسماعيلية. شايف العزاء ازاي هنا في الإسماعيلية؟ احنا شفنا العزاء، شفنا أساطير مصر كانوا موجودين في القاهرة، النهارده في الإسماعيلية شايف ايه يا كابتن ناصر؟ والله أنا شايف الكابتن إيهاب ده لو الإسماعيلية كلها اتعملت له أسوان مش هيكفيه. كابتن إيهاب من الناس اللي ما تتعوضش خالص. كابتن إيهاب حبيب الدنيا كلها، اللي كان بيغلط في الكابتن إيهاب عمره ما رد عليه ولا قال له حاجة. آخر ماتش اللي طلائع الجيش قلت له مسكته وقعدت ابوس فيه واقول له يا كابتن اللي انت بتعمله ده عمر ما حد في الدنيا يعرف يعمله. يا احنا يعني كابتن إيهاب هيفضل في قلبنا. كابتن إيهاب هيفضل زي كابتن محمد حازم، زي كابتن رضا والكابتن شحته، واخد بالك الاساطير بتاعت الاسماعيليه دول اللي احنا عمرنا ما هننساهم ابدا. كابتن ناصر، كلمة أخيرة تقولها لمشجعين الكابتن إيهاب جلال في مصر والإسماعيلية وخارج يعني الإمارات والسعودية، بيعزوا مصر، بيعزوا نفسهم في وفاة هذا الشخصية المحترمة العظيمة وفقيد مصر وفقيد الرياضة في مصر الكابتن إيهاب جلال. ربنا يرحمه، ربنا يرحمه، ربنا يرحمه. عمر اسماعيليه ما تنساك يا كابتن إيهاب. شكرا كابتن ناصر. كابتن عبد الله الفلاسي، كنا مع رئيس رابطه المشجعين الدراويش ويعمل بالنادي الاسماعيلي وعاشق، وكان قريب جدا للكابتن إيهاب جلال كابتن ناصر كبابه. وهيبقى معانا مشجعين الدراويش هيقولوا يعني انتوا طبعا قريب للكابتن إيهاب جلال. انا شايف انا عارف انت من زمان مشجع النادي الاسماعيلي. تقول ايه للكابتن إيهاب جلال فقيد الرياضه في مصر؟ هو اول ربنا يرحمه، هو عامل كتير صح وما خلاش ويرحم اللي راحوا، رضا وشحته وعربي وانا عندي 75 سنه. انا فنان سمسميه في قصر الثقافه، كنا بنيجي نعمل حفلات هنا وبتاع والله يرحم الجميع، الله يرحم الجميع. شكرا يا عمي. تقول النهارده لوفاه وفقيد الرياضه في مصر كابتن إيهاب جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع واننا يا كابتن إيهاب جلال لفراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون. الكابتن إيهاب جلال احزن جمهوريه مصر العربيه. راجل كان اخلاق عاليه، راجل مؤدب، راجل عارف ربنا يرحمه رحمه واسعه. طبعا يكفي ان هو باشبال النادي الاسماعيلي واخد بالك، عمل اسم للاسماعيلي وعمل كيان للنادي الاسماعيلي بالشباب اللي صعدوا. فاحنا طبعا اسماعيليه بالكامل حزينه على الكابتن إيهاب جلال، وربنا يرحمه برحمته ويبارك في اولاده يا رب. شكرا لحضرتك. شرقية سبورت معانا مشجع اسماعيلاوي محترم الكابتن سامي
هيقول كلمة لفقيد الشرقية وفقيد الرياضة في مصر الكابتن إيهاب جلال. سامي تقول النهاردة لفقيد الإسماعيلية وفقيد الرياضة في مصر الكابتن إيهاب جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يتغمده برحمته. كابتن إيهاب علم في الكرة المصرية، ومصر كلها بتنهي الحزن وكل الحزن لأسرة الكابتن إيهاب جلال، وربنا يتغمده برحمته يا رب. فقدنا مدرب وعلم في الكرة المصرية، فكر وأداء وسمعة طيبة. ربنا يجعلها في ميزان حسناته. كان خير جدا مع كل الناس. عمره ما عملنا معاملة وحشة، عملنا معاملة أخ. كان دايما بيكلم معانا أخ أكبر. كان دايما بياخدنا في جناحه ويطبطب على أي حد. أي حد لما يكون مزنوق في أي حاجة كان بروح له، يا كابتن عندي مشكلة كذا كذا كذا. يا رب يجعل ده كله في ميزان حسناته. كابتن إيهاب مهما قلنا في حق كابتن إيهاب مش هرد جزء من مليون من ملايين الحاجات اللي هو كان بيعملها معانا ومع الناس كلها، مش في النادي الاسماعيلي بس. النادي الاسماعيلي النهارده حزن من يوم وفاه كابتن إيهاب، والنادي الاسماعيلي مخيم عليه الحزن بشكل بشع. موظفين ونادي واوض لعيبه ولاعيبه وموظفين، كل دوت بين الحزن كله. يا رب يجعلها في ميزان حسناته. احنا الحزن كله مخيم علينا عشان كابتن إيهاب فقدنا اعز انسان عندنا. سامي، انت اقرب واحد للكابتن إيهاب جلال وانت قيمه هنا في النادي الاسماعيلي. انت كنت اقرب واحد للكابتن إيهاب جلال، كنت تمشي معاه في كل خطوه. انا كنت بشوف ده بعناية وانا موجود في النادي الاسماعيلي معاك. شايف ازاي وشايف الحزن؟ انا عارف ان الحزن علينا كلنا مش عليك انت بس. كابتن إيهاب كان قريب مننا جدا. انسان بمعنى الكلمه، رحيم باللي حواليه. دايما كان دايما يفكر مش لنفسه، ما كانش بيفكر لنفسه بس، كان بيفكر لينا احنا. كان مشاركنا كل حياتنا، لو في اي حاجه كنا بنلجأ ليه هو. كابتن إيهاب ما كانش مدرب في النادي الاسماعيلي، لا، كان اخ لينا، كان الروح بتاعت النادي الاسماعيلي. كان لما يخش بس التمرين كده كل الناس بتضحك تتبسم بالضحك، كلنا كنا بنجري عليه بنسلم عليه. كنا بالليل ويوم كنا بنشتاق له من فرحتنا بيه. كابتن سامي شكرا. عارف الحزن في عينيك، وانا يعني معلش. واليوم النهارده هيبقى كلتنا هيبقى اليوم تلع علينا النهارده، بس احنا فدى هذا الرجل المحترم الكابتن إيهاب جلال. الشرقية سبورت انا كان معايا اخويا وحبيبي سامي في فقيد الرياضه المصريه في الكابتن إيهاب جلال من هنا من امام العزاء. بعد دقائق وهنتابع على الشرقية سبورت على الهواء مباشرة مع عبد الله الفلاسي واحمد عبده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.